ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل كوكيز العبد زي ما بنشتريه بالظبط. هتعرفي كل طريقة أسراره في الفيديو ده. طبعا مفيش بيت فيه أطفال ما بيحبش الكوكيز، كل الأطفال بتعشقه جدا جدا. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين قد ايه بيفرق معايا وناعم وزي الجاهز بالظبط. هتعملي كيلو من كوكيز العبد ب3 كوب دقيق بس. عندنا المقادير بتاعتنا 3 كوب من الدقيق، يكون دقيق جميع الأغراض. الدقيق بتاعنا هنكون نخلينه كويس، عليه ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندنا بيضة عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. عندنا 3/4 كوب من الزبدة وكوب من السكر البودرة وربع كوب من الزيت، والزيت بتاعنا يكون زيت نضيف. هنبدأ نجيب الزبدة بتاعتنا كده والسكر والزيت، والزبدة بتاعتنا أهم حاجة تكون طرية علشان لما أجي أضربها بالمضرب كده تكون سهلة معايا. هبدأ أضرب السكر والزيت والزبدة كده مع بعض بالمضرب أو بإيدك عادي لحد ما تعملي قوام كده يكون هش كده ولونه فاتح وكريمي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما القوام بتاعي بقى لونه فاتح وهش وكريمي كده، هبدأ أنزل بالبيضة والفانيليا. هضرب كده البيضة تختفي، مفيش نص دقيقة هتعمل كده هشاشة للقوام بتاعي. هبدأ أنزل بالدقيق زي ما انتوا شايفين ده كده القوام المظبوط. هبدأ أنزل بالدقيق بسباتيولا كده، وابدأ انزل بالجوانب بتاعتي كده وابدأ اقلبهم تقليبة كده. هنزل بالدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح، والدقيق بتاعنا نكون نخلينه كويس، مش هنعجن كتير، يدوب بس نلم الدقيق كده جوه العجينة بتاعتنا علشان الكوكيز من الحاجات اللي زي النواعم ما بتتعجنش كتير. هبدأ أقسم كده العجينة لنصين، نص هحط عليه 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام وهعجنهم كويس جدا، والنص التاني هنحط عليهم معلقة من القهوة سريعة الذوبان عليها معلقة من المية. طبعا هنقلبهم مع بعض، وبعد كده هننزل عليهم على العجينة كده ونقلبهم مع بعض علشان العجينة بتاعتي مش بيكون لونها أبيض، بيكون لونها مصفر كده شوية. هبدأ اللي أنا أدخل العجينة بتاعتي لمدة ساعة في قلب التلاجة، وبعد كده أبدأ اللي أنا أشكلها. عندنا الشوكولاتة بتاعتنا هتكون شوكولاتة بالحليب زي ما انتوا شايفين. هبدأ اللي أنا أقطعها كده علشان تسهل عليك التقطيع. هتكون بدرجة حرارة الغرفة أو تدخلوها التلاجة قبلها ب10 دقايق بس. هتقطعيها كده بالطول، وبعد كده هتبدأي اللي انتي تقطعيها مكعبات صغيرة الحجم اللي تفضليه وتحبيه، وبعد كده هتحطيها في طبق في التلاجة 10 دقايق بس علشان المكعبات بتاعتك تكون ماسكة وسهلة معاكي للتشكيل. هنبدأ نجيب العجينة بتاعتنا بعد ما حطيناها في التلاجة ساعة، هنبدأ نشكلها كده. وزن القطعة بيكون 14 جرام. هبدأ اخد كل قطعة كده من اللي انا وزنتها، وابدأ اللي انا اكورها بين ايديا كويس جدا واضغط عليها كده بايديا، وابدأ احط عليها كده 3 مكعبات من الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين طريقة التشكيل سهلة وبسيطة. هتكوريها بين ايديكي، وبعد كده هتبدأي ان انتي تحطي الشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين. وممكن اللي احنا نستبدل الشوكولاتة دي بشوكولاتة تكون شيبس بني. هنحط كده في الشوكولاتة الشيبس البني، وبعد كده نبدأ اللي احنا نحطها كده في قلب الصاج بتاعنا او الصينية بتاعتي. طبعا بعد ما انا عجنت العجينة بدخلها التلاجة ترتاح ساعة. ما ينفعش اشتغل في العجينة على طول، لازم تدخلوها التلاجة ترتاح ساعة، وبعد كده نبدأ اللي احنا نشكلها. بعد كده هبدأ اعمل الكوكيز البني او اللي بالشوكولاتة. هبدأ برضو اكوره بين ايديا كده،
وابدأ احط كده 3 مكعبات من الشوكولاتة، او ممكن اللي احنا نحط برضو في شيبس الشوكولاتة البني ده. وسبت كده واحدة من الكوكيز الابيض علشان احطها في الصينية اللي بالشوكولاتة علشان اعرف التسوية بتاعتها المظبوطة. طبعا الفرن بتاعي شغال قبلها بربع ساعة على حرارة 180. بدخل الصينية في الرف اللي في النص. اول لما هتاخد لون ذهبي من تحت هبدأ اللي انا اخرجها من قلب الفرن. طبعا مش بشغل عليها الشواية نهائي. زي ما انتوا شايفين شكلها الفرن بتاعي بيكون حامي، وبدخلها في الشبكة اللي في النص. بتقعد من حوالي 10 دقايق لربع ساعة بالكتير. شايفين شكل الكوكيز ما شاء الله، شايفين لونه قد ايه ذهبي، شايفين شكل الكوكيز اللي بالشوكولاتة ما شاء الله، شايفين لونه ما شاء الله زي الجاهز بالظبط واحلى كمان. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا.